كأس إفريقيا. مشاركات الجزائر. يستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة 21 في تاريخه، حيث كانت أول مشاركة جزائرية سنة 1000 أو نسخة 1968 أيام حسن الألماس رحمه الله. فغابت الجزائر بعدها عن كل دورات الكان إلى غاية نسخة نيجيريا 1980 والتي بلغوا فيها النهائي. بالمشاركة في النسخة السابعة تواليا يعادل الخضر رقمهم المحقق من 1980 إلى 1992، أي المشاركة دون انقطاع. المنتخب الجزائري أقصي إداريا من دورة 94، لكنه عاد للمشاركة بانتظام إلى غاية الإقصاء من نسختي 2006 و2008، وعاد المحاربون بقوة في 2010 وبلغوا نصف النهائي، لكنهم غابوا مرة أخرى عام 2012. فمنذ نسخة 2013 لم ينقطع الخضر عن المشاركة وخاضوا 6 دورات متتالية في انتظار السابعة. يملك المنتخب الجزائري سجلا مميزا في الدورات التي تنظم في شمال إفريقيا، حيث أحرز أول لقب في عقر الديار عام 1990 في الجزائر، وبلغ ربع النهائي في دورة تونس 2004، ونال اللقب في مصر صيف 2019، فيما أقصي من الدور الأول في مصر سنة 86 قبل مونديال مكسيكو في ظروف استثنائية ومشاكل إدارية وتنظيمية عانى منها الخضر آنذاك، قبل التدارك في المغرب 88 ببلوغ نصف النهائي. فمنذ نسخة 2010 تراجع سجل الجزائر في الكان بعد أن كان العبور إلى الدور الثاني نتيجة حتمية حتى في أصعب الظروف، نسخة 96 و2000. من أصل 6 مشاركات متتالية منذ 2013 خرج المنتخب الجزائري 4 مرات من الدور الأول مقابل تتويج واحد وبلوغ ربع نهائي نسخة 2015. أما أسوأ مشاركة فكانت عامي 2022 و2024 باحتلال المركز الرابع والعجز عن تحقيق أي فوز، إذ تأهلت منتخبات أخرى ب3 نقاط بالنظام الجديد 24 منتخبا، لكن تشكيلة بالماضي عجزت عن تأكيد ما تحقق في مصر بمشاركتين كارثيتين على كافة الأصعدة. نتمنى من المنتخب تأكيد وإعادة إنجاز 2019 والتتويج بالكأس الإفريقية لثالث مرة في تاريخ الجزائر.